مسا مسا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك للفيديو وصلي على النبي في الكومنتات واشتركي معانا في القناه لو انت لسه مش مشتركه. هنعمل مع بعض النهارده اكل اقتصادي جدا. وبصي في الزمن ده ما عادش في حاجه يعني ايه اقتصاديه جدا جدا يعني. حتى البطاطس بقت غالية، الطماطم بقى الكيلو ب15 جنيه وب20 جنيه، فإلى حد ما الأكلة بتاعت النهاردة اقتصادية. معايا حطيت حلة على النار، حطيت فيها حبة زيت وحطيت فيها معلقة توم محترمة يعني. هقلب بقى التوم لحد ما يبقى لونه ذهبي. بعد ما يبقى لونه ذهبي هنزل عليها بمعلقة صلصة كبيرة. صلصة أيوة، لأن الطماطم اللي هضيفها ما طلعتش معايا حمرا، طلعت صفرة يعني كمان ب15 جنيه وصفرة ما هياش حمرا. فلازم عشان اللون لازم هضيف معلقة صلصة، ولازم اعملها كده شوية في الزيت عشان خاطر المادة الحافظة اللي فيها تطلع بسرعة. هجيب بقى مصفى وهنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا ضربها في الخلاط وهصفيها. ما ينفعش تنزلي بالطماطم زي ما هي على الحل على طول، لازم تصفيها لان التفل ده بيزهق في الاكل، بيخلي الاكل شكله مش حلو وطعمه مش حلو. فهصفيها كويس من التفل بتاعها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعملي لايك للفيديو وبس، وهقلب بقى تقلبتين وهنزل بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وكمون. عايزه تضيفي حبه سكر علشان الحموضه ضيفي، وهتقلبيهم وتغطيها بقى ايه تغلي غلوتين، مش تسبك، تغلي غلوتين بس مش اكتر. زي ما انتوا شايفين اهو غليت اهيت، وكمان الايدام طالع على الوش كمان. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي، مكرونه على طول كده من غير سلق، ايوه من غير سلق، ما تسلقيهاش. فنفس طريقه المبكبكه كده، بس هي مش هحط لها لحمه يعني ولا حاجه، ما تبقاش في اصل الطماطم فيها سايله زي المبكبكه. فهتنزلي من المكرونه على طول على الحله وتقلبي تقلبتين مع الصلصه، وبعدين تنزلي بالميه. طب الميه قد ايه؟ يا دوب تغطي المكرونه زي ما هتشوفي دلوقتي، يا دوب تغطي المكرونه، ما تكتريش اكتر من كده عشان خاطر ما تعجنش منك. وممكن يعني تخلي المكرونه باينه وتقللي وتشوفي احتاجت ميه تبقي زوديها شويه ميه سخنين، ما فيهاش اي مشكله. تمام. هقلبها اهو زي ما انت شايفه، انا بضيف حبه بحبه لان المكرونه زي ما بتشوف بتشرب الميه، فلازم ايه زي ما انتم شايفين كده اغطيها بالميه. غطيتها بقى بالحله، وهبدا بعد ما شربت الميه بتاعتها هديها تقلبتين. لازم تقلبيها كده وتشيلها من الحله بالماده السائله اللي فيها اللي هي الصلصه يعني. وحسيتها ناقصها شويه ميه فزودها كمان حبه ميه. بس غطي بقى ايه، اهدي النار عليها خالص وهتستوي وتبقى زي الفل، خطيرة بجد، لازم تجربي الطريقة دي في المكرونة. بس هنا بعد ما خلاص كانت استوت، بصوا شايفين مفيش واحدة لازقة في التانية، لونها حلو جدا، طرية جدا وخطيرة جدا بجد، طعمها تحفة. اهو كده خلاص استوت ومية مية. ايه اللي هعمله بعد كده؟ حمر بطاطس مع المكرونة، بطاطس صوابع. تعملي شيبسي، ممكن تقلي بتنجان، اللي تحبيه حبيبة قلبي تضيفيه جنب الايه، جنب المكرونة بتاعتك. بس بفردها اهو في الصينية. انا الانبوبة كانت هايتة معايا يعني ما كانش فيها غاز كتير، عشان كده ايه ال- الزيت بعافية شوية مش سخن قوي يعني. نقلتها بقى على عينك الاكبر شوية فاشتغل معايا الزيت وبقى زي الفل. هنا كانت اتحمرت معايا البطاطس، هبدأ بقى ايه اطلعها ناشفة جدا ولونها تحفة جدا. انا ما بحطش عليها ملح في الاول، انا بعد ما البطاطس بتتحمر وتطلع في الطبق برش عليها حبة ملح. لو عندك بهارات بطاطس ضيفي بهارات بطاطس. انا بديك فكرة، ممكن انت مثلا الاكلة دي تكوني ناسياها، راحة من بالك، فانا افكرك فيها بيها فتقومي تعمليها هتعجبك قوي والله. حط بقى تاني طرحة بطاطس. بس اشوف انا هعمل ايه بقى بعد كده. خلاص البطاطس بتاعتي كانت خلصت، هشوف بقى اللي انا هعمله بعد كده. ايه اللي انا هعمله بعد كده؟ هحمر، مش هقولك لا هحمر بانيه، لا انا هحمر كبده. كبده ايوه، كبده فراخ كمان، مش كبده بتلو، كبده فراخ. هجيب الكبده، وفي ده دقيق عليه ملح وفلفل وكمون. هلف بيه الكبده بتاعتي زي السمك كده، وهنزل بيها في الزيت السخن بتاعي.
بص الزيت زي الفل اهو، واللي هيغمق الزيت الكبدة، عشان ما تقوليش يعني انت بتحمري في زيت اسود يعني. هي الزيت زي الفل قدامك اهو، بس الكبدة هي اللي هتغير لونه اهو. هضيف بقى الكمية بتاعتي، واول ما اللون هتغير من تحت ما تقلقيش من الدم اللي بينزل من فوق ده، هقلبها دلوقتي. ولان دي طبيعتها كبدة فلازم تنزل دم، هقلبها بقى. وهفضل اقلب فيها بس مش كتير يعني، كل ما تاخد لون من ناحية هقلبها الناحية التانية عشان خاطر تاخد معايا اللون وتستوي معايا يعني. اعملي اللايك لو انت لحد دلوقتي بتتفرجي على الفيديو، واشتركي معانا في القناة بالله عليك، ما تنسيش تشتركي معانا في القناة اهو. اقلبها بقى، خدت لون من الناحية التانية صدمة اهي. هقلب بقى الباقي نفس الليلة، وغيره وغيره وغيره. اعملي بقى سلطة جنبها، اعملي خيار يعني متقطع، حط مخلل، حط شيبسي لو عاوزة، بس انت عندك بطاطس فاكتفي. بصوا شايفين دي خلاص استوت، فهطلعها بقى. اللي استوت هطلعها، لازم تخليها ناشفة عشان خاطر الدم اللي فيها يكون ناشف، ما تكونش لسه فيها دم من جوه يعني. بس بقلب بقى الباقي، وارجع ازود عليها ايه كمان حتت كبد، عشان الطاسة بتاعتي خلاص فضيت. بس وده كان شكل المكرونة بتاعتنا بعد ما طلعت. اللهم صل على سيدنا محمد، خطيرة ما فيش واحدة لازقة في التانية. ودي الكبدة بتاعتنا، ودي البطاطس، وبألف هنا يا رب. مع السلامة.